فيلمنا النهارده بيبدأ مع جون ويك اللي كان بيتدرب علشان يرجع قوته بعد إصابته الأخيرة. فجاله باور رئيس المشردين في الشارع وقال له أنت جاهز يا جون؟ قال له أيوه. بعد كده ظهر جون في الصحراء وكان بيقتل رجالة جراموند رئيس المجلس الأعلى للطاولة لحد ما وصل عنده. قال له جراموند أنت جيت ليه؟ قال له جون الخاتم وحريتي. قال له الخاتم راح زي الشيخ اللي قبلي. راح جون قتله قبل ما يخلص كلامه. بعد كده براون المسؤول عن المجلس الأعلى للطاولة وصل فندق الكونتيننتال وطلب المدير وينستون وقال له انه بامر من الماركيز ابن رئيس المجلس الاعلى تم ادانه الفندق بتاعه وجردوه من الصلاحيات كلها وادوله مهله ساعه واحده بس لاخلاء الفندق ومشي. فسال موظف الفندق شارون ان ده ممكن. قال له وينستون ان الطاوله كلها وقعت على المرسوم ده وان ماركيز هو القاضي وهيئه المحلفين وكمان طلب منه يخلي الفندق. وراحوا الماركيز قال لهم ماركيز انه في قواعد وعواقب. قال له وينستون في فرصه تانية كمان. قال له مين المسؤول عن كل اللي حصل؟ وينستون قال له انا ضربته. قال له انه لسه عايش. اتكلم شارون وقال له ان مفيش حد فوق القواعد. وافق على كلامه وقال له انه صبره نفذ وخلصت المهله وانفجر الفندق الكونتيننتال قدام عين المدير. وطلع ماركيز مسدس وقتل شارون وقال لوينستون المفروض كنت قتلتك انت ومشوا وسابهم. وقال للحارس بتاعه هاتولي كين. وصل كين وواضح انه كان اعمى. قال له ماركيز عندي ليك مهمه. قال له انا متقاعد وشوف واحد غيري. قال له خاف على بنتك وهدده ان هو يقتلها وادوله ورقه مكتوب عليها جون ويك وقال له انا اعرف انه كان صاحبك. قال له ايوه. وافق طبعا على طول عشان يحمي بنته. بعد كده ظهر واحد اسمه دراكر وطلب من موظفه فندق الكونتيننتال الياباني اللي اسمه اوساكا وهي كانت بنت المدير بتاعه اللي كان اسمه كوجي. طلب منها غرفه. قالت له اكيرا دي انهم ما بيدخلوش حيوانات لانه كان معاه كلب. قال لها انه حيوان اليف. قالت له انه هيبقى في غرفته. وافق دراكر ده كان غريب جدا وكان معاه كتاب فيه صوره جون ويك. بعد كده ظهر كوجي مدير الفندق وطلع على سطح الفندق علشان يقابل جون ويك صاحبه وشكر جون ويك لانه وقف جنبه وقال له كوجي ان قتل جراموند كان خطأ كبير جدا وهو خايف انه يجي عليه الدور هو وبنته علشان ساعدوه. فقال له جون ان وينستون لسه عايش. قال له انهم قتلوا المساعد بتاعه. وفجأة جت رجالة ماركيز وطلبوا من بنته انهم يقابلوا المدير اللي هو ابوها. راحت لابوها وبلغته وهي خايفة جدا. قال لها ابوها استني مع جون وراح يكلمهم وجهز رجالته طبعا كلهم عشان يستعدوا وكان واضح انه ناوي على الدفاع عن نفسه. قال لرجاله الطاوله اخدمكم ازاي؟ قالوا له انت بتساعد واحد منبوذ واحنا عاوزين نفتش الفندق بتاعك كله. قال لهم مفيش مشكله خالص وسلموا اسلحتكم وفتشوا زي ما انتوا عايزين. رفضوا طبعا وهددوه وفكروه بوينستون. وفجاه ظهر كين وواضح انهم يعرفوا بعض جدا وطلب منه ينفذ الامر بدون دم. محدش يقدر يتحدى الطاوله. وفجاه طفى كوجي نور الفندق كله وظهروا رجالته باسلحتهم وطلب منه كين انه ما يعملش كده وسابه ومشي. وابتدى رجاله كوجي يضربوا ودارت معركه جامده جدا بالسيوف والسهام والمسدسات كانت ملحمه يعني. خلص رجاله كوجي على معظم رجاله ماركيز الا الحارس الشخصي بتاعه وقال له امشي من هنا. لكن دخل عليهم كين ومعاه رجاله لابسين دروع في كل جسمهم وبدات معركه اشد من الاولى. وانضم جون ويك واكيرا وبداوا يقتلوا في رجاله المجلس الاعلى بس كان قتلهم صعب جدا علشان الدروع اللي هم لابسينها. واضح جدا ان اكيرا كمان كانت متدربه هي كمان جدا يعني. انا مش عارف بص ما فيش حد في الفيلم ده ما كانش بيعرف يضرب. وكين كان قاعد ياكل فجأة قام وركب اجهزة في اماكن معينة بتعمل صوت لما حد يقرب منها فيعرف مكانه. واضح انه كان ماهر جدا بالرغم من انه اعمى بس حالة السمع عنده كانت قوية جدا. بعد كده اتصابت اكيرا بطلقة فلحقها ابوها وقال لجون ويك اطلع من الفندق علشان تهرب وقال له اقتل اكبر عدد ممكن من رجالة الطاولة في طريقك وانت خارج. بدأ جون يقتل كل اللي قدامه وكل اللي يقابله لحد ما خلص عليهم. وفجأة ظهر له كين. جون قال له ادولك اسمي؟ قال له ايوه. وبدأ يضربوا ببعض وكانت معركة متكافئة جدا بين الاتنين بالرغم من ان كين ده كان اعمى. وكين وقع جون وكان هيقتله. فجأة ظهر دراكر وكان بيحاول يقتلهم هما الاتنين بس احساسي انه كان بيحاول يحمي جون. ساعتها جت فرصة لجون علشان يهرب وكمان حطوا جايزة للي يقتل جون ويك 20 مليون دولار. طلع جون من الفندق وكل اللي بيجي قدامه يقتله ولقى واحد لابس تميمة فخلاها معاه وكمل قتل فيهم كلهم. وظهر دراكر تاني وساعده في قتل الباقيين. فقال له انا ما اعرفكش انت متعقب؟ قال له ايوه. قال له دفعوا لك كام؟ قال له لسه انا مستني يدوني مبلغ كويس عشان اقول لهم على مكانك. وسابوا جون ومشي. بعد كده بيحاول كوجي يهرب هو وبنته. قابلهم كين وقال لكوجي قول لي على مكان جون وهسيبك. ما رضيش طبعا وبداوا يضربوا بعض بس كين في الاخر قتل كوجي. وبنته لسه راح تمسك السيف قال لها كين عيشي وانا هكون مستنيكي. ركب جون المترو لقى اكيرا. سالته عن كين قال لها انه كان
كان صاحبه. قالت له اقتله عشان هو قتل ابويا، وودعته. وينستون بعد كده راح يقابل باور رئيس المشردين وطلب منه انه يقابل جون. بعد كده طلب ماركيز دراكر وقال له يعرف مكان جون، واتفقوا على 23 مليون دولار. بعد كده قابل جون وينستون وعزاه في شارون. الظاهر انه كان شارون ده راجل كويس جدا يعني، وسأله عن التميمة. قال له وينستون ان دي علامة ان الطاولة وانها كلها بقت تحت تصرف ماركيز. سأله الاقيه فين؟ قال له في باريس. هتعمل ايه؟ قال له هقتله. قال له وينستون هيجي بداله ومش هتقدر تخلص عليهم كلهم. قال له اقتله لكن بذكاء، وخليه يديك حريتك بانك تقلب القواعد عليه. اتحداه في مبارزات الطاولة العالية، وهي الطريقة القديمة لمنع الحرب الصريحة. قال له انا ما عنديش عيلة. قال له وينستون روسكا روما عيلتك، روح لهم في روما وصلح علاقتك معاهم او روح موت كده يعني. اقتنع جون ووصل برلين في روما، وراح مقر عيلته في الكنيسة. ولما سأل البابا بتاعهم انه يكلم عمه راح ضربه بالبندقية وعلقوه في المشنقة وقعدوا يشدوا فيه. جت بعد كده كاتيا بنت الرئيس وقالت له انهم تحت حكم الطاولة وان تذكرته اتقطعت، وقالت له انهم قتلوا بيوتر بعد ما هو قتل جرامون. قال لها انا هساعدكم وقت الماركيز في مبارزة. قالت له اقتل اللي قتل ابويا وبعدين تبقى عندك عيلة. قال لها اديني اسمه. قالت له اسمه كيلا حركان، وخلت واحد من رجالتها يوصله عنده، وطلبت منه يجيب دليل على موته كمان. وصلوا كلاوس المكان وسلموا الكيلا اللي طبعا عارف جون كويس. وفجأة ظهر كين وقعدوا يتكلموا مع بعض وصوبوا المسدسات على بعض، وظهر دراكر كمان. ايه الحلاوة دي؟ دعاهم كيلا انهم يلعبوا جيم والفائز يقرر مين يموت ومين يعيش. طبعا كيلا غشهم في اللعب، وفجأة بدأت المعركة، وبدأ جون ويك هو ودراكر وكين يقتلوا في رجالته. بعد ما جون عوره في رقبته بورقة الكوتشينة اللي كانوا بيلعبوا بيها، جري كيلا وجري ورا جون وهو بيقتل في رجالته لحد ما قابله وبدأوا يضربوا بعض. واضح ان كيلا كان قوي جدا بالرغم من وزنه الزايد، بس في الاخر جون قتله ورماه من على السلم فوقع على دماغه ومات. بعد كده اخد جون سنة من اسنانه واداها لكاتيا اللي فرحت جدا علشان جون قتل اللي قتل ابوها، واحتفلوا برجوع جون ويك لعيلتهم. راح بعد كده وينستون وقابل ماركيز وقال له ان جون ويك بيدعيك لمبارزة لتسوية الخلافات بالطريقة القديمة. قال له لا لانه ما عندوش عيلة. قال له وينستون انه معاه شعار عيلته. خاف طبعا ماركيز وما وافقش، بس وينستون قال له ان في قواعد ومن غيرها نبقى حيوانات. برضه ما قبلش، لكن وينستون هدده وقال له انك تحت القواعد دي انت كمان. قال له ايه شروط جون؟ قال له الافراغ غير المشروط من الطاولة، وقال له كمان ان لو جون انتصر يبني له الفندق بتاعه على حساب الطاولة. وافق وقال له ان لو جون خسر هو كمان هيخسر ويموت جنبه. وصل جون لسطح المبنى جنب برج ايفل وقعد قدام ماركيز، وبدأ براون مسؤول المجلس الاعلى كلامه يعرفهم الشروط ان واحد منهم بس هيعيش. تاني حاجة الوقت. ماركيز قال شروق الشمس واختار ورقة. جون قال دلوقتي واختار ورقة، بس طلع الحكم ان بعد شروق الشمس. في الاخر اللي يكسب فيهم ياخدوا برأيه. تالت حاجة الموقع. ماركيز قال سنتر بومبيدو. جون اختار القلب المقدس. كسب جون. رابع حاجة الأسلحة. عرفهم براون القوانين وعين ماركيز مكانه كين علشان يواجه جون. المهم انتهى اجتماعهم وراح جون وقابل باور ووينستون كمان، وجاب له باور هدية بدلة جديدة مضادة للرصاص. بعد كده جه حارس ماركيز وقال له انت غلطان، ازاي تخلي واحد اعمى يواجه جون ويك؟ رد عليه وقال له ان جون ويك مش هيقدر يجي المبارزة ابدا، وحط مكافأة للي يقتل جون ويك لحد الشروق قيمتها 26 مليون دولار. تخيل لو انت بقى هناك كنت هتعمل ايه؟ اتذاع الخبر في المدينة كلها وبدأت العصابات في كل مكان يتحركوا بأسلحتهم. جون قال لباور محتاج مسدس، اداله مسدس جامد جدا. بعد كده ركبوا قارب صغير ووصلوه اقرب مكان وودعوه، بس جون قال لهم انه لما يموت يكتبوا على قبره زوج محب. وطلع جون جنب برج ايفل وبلغوا الناس كلها بمكانه، وبقت الناس تطلع من كل حتة قدامه، وبدأت الناس كلها يضربوا فيه وهو يقتل فيهم. وفجأة اتقلبت الشوارع كلها بالناس اللي عاوزة تقتله، والعربيات بتاعتهم تقف وينزلوا منها ويقتلهم، وتيجي ناس غيرهم، لكن جون خلص عليهم كلهم. والمكان فجأة اتملى بعربيات وجثث في الشارع ملهاش عدد. بعد كده ركب جون موتوسيكل وجري بيه ولقاهم في طريقه، فدخل مكان مهجور. دخلوا وراه وبرضه قعد يقتل فيهم، وانا مش عارف ما بيتعبش ده ولا ايه. بعد كده حس ماركيز ان الموضوع صعب، فاتصل بدراكر وحاول يتفق معاه على 35 مليون دولار علشان يقتل جون، بس دراكر رفض وقفل في وشه. اتعصب ماركيز وراح
فكسر تليفونه، وبدأ دراكر يساعد جون ويقتل رجالة ماركيز هو وكلبه. اتصل ماركيز تاني بدراكر ولسه هيكلمه، فدراكر قال له 40 مليون. وافق ماركيز فورا وبلغ الناس كلها ان المبلغ بقى 40 مليون دولار عشان يقتلوا جون ويك قبل شروق الشمس. الناس اتجننت اكتر وبدأت الحرب تزيد، وجون بقى لوحده وابتدى يقتل في الناس بأسلحتهم اللي بتحرق وخلص عليهم. واتقابل هو ودراكر اللي بدأ يحاول يقتل جون هو كمان، وجون مسكه ووقعوا هما الاتنين وضربوا بعض، واتغلب جون على دراكر وكان هيخنقه. وفجأة ظهر واحد من رجالة ماركيز وكان هيقتل الكلب بتاع دراكر، فجون ضرب النار عليه قبل ما يقتل الكلب وساب دراكر ونط من الشباك. وصل جون لسلم القلب المقدس وكان فاضل 8 دقايق بس على شروق الشمس. بص لقى السلم مليان ناس وعاد القارة من جديد وبدأ يقتل فيهم وخلص على كمية كبيرة منهم. وفجأة لقى حارس ماركيز الشخصي واقف قدامه، ضربه برجله طبعا، وقعه من على السلم لان طبعا اخيرا انتبهوا انه لازم يتعب. وقع جون وقعد على السلالم يتخبط لحد ما نزل لاخر السلم، فما كانش قادر يتحرك وقتها. جاله كين صاحبه وقال له قوم الحق الوقت، انت مستعد؟ قال له ايوه. وبداوا يطلعوا السلم تاني وكين بيساعده في قتلهم لحد ما خلصوا عليهم، وساعدهم كمان دراكر بعد ما انقذوا جون ومرضيش يقتله. وصلوا بعد كده لمكان المبارزة اخيرا، وبدأ براون كلامه وقال لهم على القواعد. قلعوا البدل بتاعتهم المضادة للرصاص جون وكين كمان، وكل واحد خد مسدس وبعدوا كل واحد 30 خطوة عن التاني وصوبوا على بعض، كل واحد طلقة جت في دراعه. قربوا بعد كده 10 خطوات وصوبوا الرصاصة التانية، جت الرصاصة في كتف جون وجت في جنب كين. بعد كده قربوا من بعض 10 خطوات تاني وبقوا قريبين من بعض جدا عشان يصوبوا الرصاصة الأخيرة، فالرصاصة جت في بطن جون. بعد كده فرح جدا ماركيز وطلب انه يقتل جون ويك بإيده. وقفوا وينستون وقال له ان جون ما ضربش الرصاصة بتاعته، وساعتها جون قتل ماركيز في لحظة. براون قال لجون انت حر، وكمان انت يا كين حر انت وبنتك. وقال لوينستون كل شروطك هنحققها لك. قام جون ومشي وبدأ يفتكر مشاهد مع زوجته اللي ماتت وواضح انها كانت نهايته. كتب وينستون وباور على قبره جون زوج محب، الوصية اللي قال لهم عليها. انتهى فيلمنا النهاردة، واتمنى تكونوا استمتعتوا معانا بالقصة. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. طبعا ما تنساش تعمل لايك وشير، وبالمناسبة لو عاوزيني اعمل الاجزاء اللي فاتت اكتب تعليق. معاكم ممدوح من توم نافل، شكرا.